كتير من الأمهات بيسعوا طول الوقت إن هما إزاي يخلوا ولادهم يسمعوا كلامهم. بس اللي احنا ما بناخدش بالنا منه إن احنا اللي ما بنسمعش الكلام اللي احنا بنطلعه لولادنا. قبل ما أقولك إزاي تخلي ابنك يسمع كلامك، لازم أرجع كام خطوة لورا. أول حاجة، يا ترى انتي بتشوفي النظرة اللي انتي بتبصيها لابنك وانتي بتطلبي منه الطلب عشان يسمع كلامك؟ نظرة الاشمئزاز أو نظرة القرف أو التبريئة اللي بترعبه من أحلاها نومة مع نبرة الصوت العالية دايما بتتحفر في ذهن ولادنا. يا سلام بقى كمان لو طعمنا دول بكلمتين على الماشي: انت غبي، انت مهمل، انت مفيش منك رجا، انت لا يعتمد عليك. خلي بالكوا ان الكلمات دي كلها بتتحفر في ذهن ولادنا، وبتساهم بشكل كبير في ان هي تكسر شخصيتهم، وبتخليهم يعني يحطوا نسخ تانية بديلة عن الشخصيات الأساسية دي. أول حاجة. تاني حاجة هي إن وأنا بحب دايما أتعامل بيها إن أنا أعامل ابني بالاحترام. يعني حط شوية كلمات وأنت بتطلب الطلب عشان يسمع الكلام، زي ممكن بعد إذنك تديني كذا، من فضلك اعمل كذا، عشان خاطري، اللي هي الكلمات اللي بنسميها الكلمات اللطيفة. يعني لطف الجو عشان خاطر تقدر تاخد اللي انت عايزه. رقم 3، وهي إن أنت طالما اخترت إن أنت تتعامل بالحزم، يبقى أنت تتعامل بالحزم من البداية. يعني مثلا أنت سمعت مني كلمتين، إن ولادي دول نقول لهم بعد إذنك ومن فضلك، تمام؟ فهي عمالة تتنطط، طالعة نازلة طالعة نازلة. ممكن بعد إذنك تنزلي، ممكن من فضلك تنزلي. طبعا مش واخدة على كده، قومي انزلي. أنا قلت من الأول وأروح شايلة وخبطة وضربة وبوظت كل اللي أنا عملته. لو انا مختاره ان انا يبقى في حزم من البدايه، يبقى الانتريه ده مش للتنطيط، يلا انزلي وروح شايله ومنزله، خلاص يبقى انا اخترت الحزم من البدايه. يبقى دي الاول رولز كده احنا بنراجعها مع نفسنا قبل ما نشوف هيسمعوا كلامنا ازاي. طب يا ترى هو ليه بيسمع كلامي مره وعشرة لا، او ممكن يسمع كلامي مره ومره هقولك علشان هو مش في كل الاحيان هيبقى تحت، يعني تحت الامر. يعني احيانا ممكن مثلا يبقى تعبان، راجع من بره، جاي تعبان من المدرسه على الدروس، كله خرج على بعضه، راجع مش قادر يسمع كلام من حد. ممكن يبقى متضايق متنرفز مش عايز يتكلم. ممكن يبقى مش سامعك اصلا، ممكن يبقى هو بيلعب ملهي في ان هو قاعد يلعب فانت تقولي له انت سامعني، يعني انت تكرري عليه الامر. طب انت سامعني؟ اه تمام. طب لو سامعني ممكن بعد مثلا نص ساعه تكلمني لما تخلص اللي في ايدك. يبقى انا هنا بحدد له المده. طيب عايزاه خلاص يسمع كلامي، هسأل نفسي كذا سؤال. أول حاجة، يا ترى الطلب اللي أنا بطلبه من ابني ده ملائم لمرحلته العمرية؟ يعني هو طفل صغير وانت بتطلبي منه طلب مثلا، وليكن ازاي نتعامل مع ضيوفنا، وضيوفنا عندنا ما نعملش كذا، او ان احنا بناكل انت علمتيه الحاجة دي قبل ما تطلبيها منه؟ يبقى أول حاجة الطلب ملائم للعمر. تاني حاجة إن الطلب يكون منطقي، منطقي ومعقول بالنسبة له. ما تطلبيش منه حاجة وهو أصلا بالنسبة له إيه اللي هي بتتكلم فيه ده. يعني مثلا لما أقول له خش اغسل إيدك ووشك واغسل ورا ودانك، هو بالنسبة له ما فيش حد هيشوف ورا وداني، فإيه الطلب طلبك غير منطقي بالنسبة له. رقم 3، وأنا بطلب منه الطلب بديله وقت. يعني دايما شكوى الأمهات: أنا بنادي عليها ما بتردش عليا. ليه؟ عشان انت عايزاها دلوقتي حالا، لكن انت بتديها وقت وخيارات ما بين السلوك والاستجابة، يعني ما بين الندهة وان هي ترد عليكي. يعني مثلا يا فلانة، اه يا منى جاية 5 دقايق، ما بتستنيش في 5 دقايق، ما فيش حد بيستنى ال5 دقايق. رقم 4، وهي الكيفية اللي أنا هنجز بيها المهمة دي. انت طالبة منها ان هي تخش تاخد شاور، تمام؟ طيب وانت بتاخدي الشاور، يا ترى تحبي تاخدي معاكي العروسة دي ولا مثلا العربية؟ تلعبي بأنهي؟ هو هنا أنا عايزاها تعمل اللي أنا عايزاه، بس لو قلت لها بأسلوب الأمر ممكن تقولي لأ. فأنا هنا بخيرها، بديها اقتراحات حوالين إزاي تقدر تنجز المهمة اللي أنا طالباها منها. بعد كده نشوف مثلا هل انا قمت بشويه تغييرات ملائمه للطلب اللي انا بطلبه. يعني انا طالبه منها ان هي تطلع فوق الدولاب تجيب لي لبس، تمام؟ هل انا حطيت رف زياده، حطيت مثلا كرسي صغنن كده تقف عليه، ولا انا عارفه ان هو طويل عليها فهي لما تخش تروح موقعه الدولاب كله على الارض واخش اضربها؟ يبقى ده مسؤوليتك انت مش مسؤوليتها هي. دي بعض الاسئله اللي انا ممكن اسالها لنفسي قبل ما اطالبه ان هو يسمع الكلام.
وبعدين في نقطة مهمة جدًا، وأنا باخلّيه يتغيّر وأنا باخلّيه يسمع الكلام، لازم أشوف هل حالته المزاجية ملائمة إن أنا أتكلّم في الموضوع ده والّا لأ. يعني هو ممكن ما يبقاش أصلًا عايز يسمع اللي أنتِ بتتكلّمي فيه، أو مش عايز دلوقتي أنتِ تطلبي منّه الأمر ده. طيب خلاص أنا سمعت يا ستي كل كلامِك ومشيت على الrule بتاعتِك وكل الأسئلة اللي أنتِ قُلتيها، بس هي بتعاندني، بتعمل كل حاجة عشان تضايقني، هي مش بتعاندِك. هو طبيعي لمّا أنا أبقى عايشة عُمر كامل باتعامل بالنقد وبالقسوة وبالكلام الجارح ولساني على طول طويل عليها، وفجأة سبحان الله ربنا هداني، يعني هي نفسها يبقى في مرحلة انتقالية، في تحوّل في البيت. فمعلش إحنا هنستحمل إن هي تفتكر إن ده استهانة بيها وإن هُم بيضحكوا عليَّ هترجع ديما لعادتها القديمة مرّة تانية. لأ، إحنا هنا نخلّي يعني خُلقنا طويل شوية وبالنا طويل، و نتعامل على إن ولادنا دايمًا إحنا بنلجأ إن إحنا طول الوقت نغذّي احترام الذات عندهم، أكتر من إن إحنا نعاقبهم أو طول الوقت ندّيهم أوامر، عشان إحنا عايزينهم يبقوا جزء من المساهمة والمساعدة. إحنا في النهاية كل اللي إحنا عايزينه إن إحنا نتشارك الحياة مع بعض.